اللي اليوم صنعت منه الجزائر قوة لا يستهان بها. وبالدليل غادي نشوفو كيفاش بأن المغرب قادر يحطم الدفاع الجوي ديال الجزائر اللي تيتكون تقريبا من جوج ديال الأنظمة، وكانت تعتبر الأقوى في العالم، الأس 300 والأس 400 اللي مازال ما تجرباتش على أرض الواقع، عكس 300 اللي شفنا كاملين الفشل ديالها في أرمينيا. والمغرب أكيد فكر في هاد المسألة وشرى من عند الأتراك طائرات اللي تعتبر الرعب ديال الأنظمة الدفاعية الروسية، طائرات البيراقدار اللي حطمت الأس 300 في الحرب اللي كانت بين أرمينيا وأذربيجان، بحيث أن الطائرات بدون طيار التركية قادرة على أنها تطير في علو منخفض، وهذا الشيء اللي ما تيخليش الرادارات ديال منظومات الدفاع الجوي ترصدها حتى تتفاجأ بالقصف ديالها. ومني تنقول القصف ديالها فأنت كعسكري غادي تختار تضرب الرادار ديالها أولا اللي تيكون في منصة منفصلة على منصة